الدكتور العزيز الغالي طارق الحبيب، مساك الله بالخير. يا دكتور، إلى مني قلت للناس اللي بيخاطب بنتي يروح لسنابه، فهذه طال عمرك أنا ما أعتبره مع بنتي ديمقراطية، أنا أعتبره ديمقراطية والله. يعني من هول الصدمة على بنتي عندي صفقة لها طراق. أنا الأبو، أنا اللي حريص على بنتي، أنا اللي أعرف هل اللي جاي يخاطب وشه وش أخلاقه دينه صلاحه عمله. هم أني يتملص من الموضوع وروحوا لسنابه وتفاهموا معه. هذه طال عمرك الديمقراطية شرق وهي غرب. يا دكتور هذا زواج، عمر الزواج ما كان بهالشكل. انت تقول انه راي غريب، لا ما هو غريب، راي ما هو منطقي. انا ماني دلال على بنتي ولا عرضه الكل من هب ودب ولا الصالح ولا الطالح اللي بخطه يروح لسنابه. وبعدين ليتك قلت الكلام للي يخاطب، لا انت بسنابك يعني علنا قدام كل الناس. انا والله اللي بخطب بنتي يروح يشوف سنابه. مثل لو بنتي موظفه زين واطلع بسناب واقول والله اللي بيخطب بنتي هذه تشتغل بالمكان الفلاني، يروح له. معقول يعني؟ الموضوع طال عمرك ما له علاقه بالانفتاح والديمقراطيه واني متفاهم مع بنتي واني معطيها الحريه بالاختيار، لا لا. انا اتوقع لو اسوي هالشيء مع بنتي والله اني لا اطيح من عين بنتي. كل شوي مجمع عليها الخطاطيب بسنابه ولا بحسابها الفلاني والعلاني. الديمقراطيه منه جاك الرجال يخاطب خطبه الناس، هعطي بنتي الحريه انها توافق ولا ما توافق. الديمقراطيه طال عمرك الا منك قالت بنتي لا انا ابى اتفرغ لدراستي، لا تحسون علي بالزواج الا بعد ما اخلص دراستي. اقول كيف هذه ديمقراطيه؟ حتى الخاطب الا منه خطب من الرجال وقال له والله هذاك سناب بنتي والله ما يعودها. وش هالابو اللي حاجي يخطب منه يقول هذاك سناب بنتي؟ اطيح من عين حتى الشخص اللي بيخطب مني. جلاب على بنتي انا. على كذا بكره اذا جت بنتي زعلانه من بيت رجله ويجي نسيبي حبيبي يبي يتفاهم معي كأب عشان نحل المشكله، اقول والله هذاك سنابه تفاهم انت وياه. او يجي يوم من الايام نسيبي حبيبي يبي يطلق بنتي، ما بيننا نصيب يا عمي وانا والله بتعذر منك وابي اطلقه، راح طلقه بسنابه. ديمقراطيه. انا اخاف بكره يتطور الموضوع ويطلعوا الناس يقولون والله انا كل بنت من بناتي له رابط، اللي يبي يخطب اي بنت من بناتي اعطيك الرابط وروح الموقع وتفاهم معه. ديمقراطيه. اذا صارت الخطبه بالطريقه هذه يا دكتور انا ما اسميها ديمقراطيه ابدا ولا له علاقه بالديمقراطيه ابدا. هذه طال عمرك اسمه ديمقراطيه. يخطب الواحد مثل ما يخطبون الناس، مثل ما تعودوا الناس. اما خطبه بالطريقه هذه فهي خرطي بخرطي.